تعالى تعالى بس راح فين؟ اتفرج كده معاه على الفيديو ده وشوف كمية الظلم اللي احنا تعرضنا له في المباراة. اول كورة زي ما انت شايف قدامك كده فاول صريح قدام الحكم، والحكم شاهد ما شافش حاجة. طب اتفرج معايا كده على تاني كورة، دفع واضح للكابتن محمد صلاح على خط المنطقة، فاول، فاول صريح، واي حكم هيحسبها فاول وفي منطقة خطر، يعني ممكن نجيب منها هدف. الحكم شفاف ما شافش اي حاجة. بص على اللقطة اللي بعد كده، ضرب بدون كرة لشوبير، والحكم ما شافش اي حاجة ولا اتكلم ولا طلع انذارات. الحكم اصلا معهوش انذارات غير لعيبة منتخب مصر فقط لا غير. طب بص على اللقطة اللي بعد كده، ضرب واضح لهيثم حسن وتدخل صريح على رجله، والحكم قدام الكرة شايف الكرة بعينه اهي. اديله انذار بقى، ده الراجل دخل على رجله، اديله انذار. لا يا معلم مفيش انذارات. طب بالنسبه لكره الغاء هدف منتخب مصر، الكره دي بتعدي عادي، بتعدي عادي في الدوري الانجليزي وبتعدي عادي في الدوريات الاوروبيه. طب اتفرج معايا على الكره اللي بعديها كده، ده ما طلعتش بتعدي عادي في الدوريات الاوروبيه وفي الدوري الانجليزي، ده بتعدي عادي في كاس العالم. بس الكره دي لصالح الارجنتين، لصالح ميسي. زي ما انت شايف قدامك كده، ماك أليستر بيتدخل على لاعب النمسا تدخل عنيف زي ما انت شايف، وبعد كده الكرة بتروح هدف لصالح الأرجنتين، والحكم ما بيرجعش للفار، وحكام الفار ما بينادوش على حكم عشان يشوف الكرة. بس عادي تعدي، ما دام الكرة لميسي ورفاقه بتعدي عادي. ما دام اللي سجل الهدف منتخب الأرجنتين فعادي بتعدي. بطل العالم ما ينفعش يخرج دلوقتي، لازم يكمل شوية، لازم يوصل للنهائي. انما تتحسب عادي على منتخب مصر؟ تتحسب عادي على منتخب مصر، اصل منتخب مصر وحش، منتخب كخ. طب اتفرج معايا على اللقطة دي، ضرب واضح لامام عاشور، والحكم شاهد ما شافش حاجة وما فكرش حتى ان هو يرجع للفار. عارف الكرة دي لو على منتخب مصر واللي في الكرة دي ميسي، كان زمان لاعب منتخب مصر خد 4 انذارات صفر، لو مش بس كده خد 3 حمر وبطل يلعب دولي لحد ما ميسي يبطل كوره. وفي اللقطه اللي بعد كده كوع واضح في وش امام عاشور، والمفروض الحكم بقى يتكسف على دمه شويه وطلع كارت اصفر للاعب. ايوه فعلا طلع كارت اصفر، بس لمين؟ لسعفان الصغير، لسعفان الصغير عشان بيطالب بحقه، علشان بيقول للحكم في فاول وكده احنا بنتظلم. الحكم انت ازاي تتكلم؟ انت ازاي تبقى مظلوم وتتكلم وتطالب بحقك؟ خد انذار اهو عشان ما تطالبش بحقك تاني، عشان لما تتظلم ما تفتحش بقك تاني. وهنا بقى تدخل عنيف على قدم محمد صلاح، المفروض تدي كارت اصفر، ده كابتن منتخب مصر، ده محمد صلاح، ده الكينج، زيه زي ميسي. يعني الكرة دي لو لميسي كنت قعدت ساكت؟ اديله انذار، ادي اللاعب انذار. الحكم بقى، هو انت عبيط؟ هو انت عايز تقارن نفسك بلعيبة الارجنتين؟ ادي فاول لمحمد صلاح وادي لاعب الارجنتين انذار؟ انت عايز انفانتينو يذبحني؟ انت عايز الارجنتين تخسر ولا ايه؟ طب بص يا عم، شد واضح في منطقة الجزاء وقطع له التيشيرت. طب ما شفتهاش؟ ارجع للفار واحسب ضربة جزاء والغي الهدف الثالث للارجنتين، زي بالظبط لعبة الارجنتين اللي ما شفتهاش ورجعت للفار. الحكم بقى، انت عايز تقارن نفسك بالارجنتين بطل العالم والغي لهم الهدف الثالث عشان خاطر احسب لك ضربة جزاء وتكسب المباراة؟ طب بص على اللقطة التانية دي، تدخل واضح على قدم محمد صلاح. ارجع بقى للفار واحسب ضربة جزاء، ارجع للفار ولو لمرة واحدة يا جدع. ضربة جزاء اللي حسبتها للأرجنتين نفس الاحتكاك اللي حصل مع محمد صلاح. برضه بتقارن نفسك بالأرجنتين؟ يا ابني أنا محطوط في الماتش ده بالذات علشان الأرجنتين تكسب وتصعد للدور اللي جاي. ما هو ما ينفعش بطل العالم ما يوصلش لنهائي كأس العالم وممكن ياخدها كمان. عاجبك ولا مش عاجبك، في كلا الحالتين انت هتطلع بره وكفايه عليك لحد كده. اتمنى بقى الناس اللي بتلحس اقدام ميسي تعرف ميسي بيكسب البطولات ازاي. مدلل الفيفا. بس كده، يلا سلام.